السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم جدا ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل لك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه فوتو ماس. التطبيق ده مساحته 8 ميجا و4 من 10، محمله اكتر من 100 مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بتعلم الرياضيات بالنسبة للجبر، بالنسبة للإحصاء، بالنسبة للهندسة، بالنسبة لحساب المثلثات، بالنسبة للزوايا. كل فروع الرياضيات بتقدر تتعلمها من خلال التطبيق ده. بيساعد الطلاب اللي هم بيدرسوا في المدارس الابتدائي، الاعدادي، الثانوي، الجامعة. كمان بيساعد اولياء الامور، الابهات والامهات، لما بيجوا يذاكروا لاولادهم. بيقدر يجيب له لو انت قدامك مسألة معقدة مش عارف تحلها، بيقدر يجيب تصور المسألة دي، سواء المسألة دي موجودة في الكتاب، سواء انت كاتبها، شفتها مثلا على سبورة عندك في المدرسة، مدرس ادالك وقال لك حاول تحلها، اي حاجة. فانت بتقدر تصور المسألة دي من خلال التطبيق. والتطبيق بيجيب لك شرح مبسط لحل المسألة. بيجيب لك حل المسألة زي بيجيبها لك على درجات. أول حاجة بيفك معاك المسألة واحدة واحدة ويشوف إيه المطلوب من المسألة، ويجيب لك المطلوب على درجات. يعني الحل النهائي مش بيجيبه لك مره واحده، لا، ده بيجيب لك ان احنا الخطوه الاولى بنعمل كذا والخطوه الثانيه بنعمل كذا. ولو المساله محتاجه قانون تتحل بيه بيعرفك القانون ده، لحد ما بيجيب لك الحل النهائي للمساله. طبعا زي ما قلنا هو بيساعد الطلاب اللي هم اللي بيدرسوا في المدارس او في الجامعات او في الكليات او كده. وبرضه بيساعد اولياء الامور ان هم يبقوا عارفين حل المسائل ازاي، علشان مثلا لو بيذاكروا لاولادهم ولا بناتهم ولا كده، يقدروا ان هم يفهموهم ويشرحوا لهم بطريقه مبسطه وسهله، ويقدروا ان هم يفهموها بسهوله. ده الغرض من التطبيق وده فايده التطبيق. مشكله التطبيق انه بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافه لان التطبيق بيكون باللغه الانجليزيه، ما فيهوش لغه عربيه. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح التطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين، ريت لي في كومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.